بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم إن شاء الله في برنامج محكمات، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات مع آيات كتاب الله تبارك وتعالى بحسب ما يتيسر لنا إن شاء الله في المساحة الزمنية لهذا البرنامج. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول آية مهمة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية في سورة الفاتحة، وهي تقريبا الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. نلاحظ أن سورة الفاتحة تكلمنا فيها عن آية محكمة، وهي قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وسبق هذه الآية الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم دخلنا بعد ذلك في إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدها هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ونحن سورة الفاتحة نقرأها دوما في صلواتنا، وهي دعاء مهم جدا يدعو الإنسان في صلواته الفرائض منها والنوافل أن يهدى إلى الصراط المستقيم. ولما كان أعظم ما دعي به في سورة الفاتحة هو الهداية إلى الصراط المستقيم، فمعنى ذلك أن الدعوة هي أعظم دعوة، ليس هنالك شيء أعظم منها. فالإنسان في كتاب الله هنالك كثير من الدعوات، كثير من الأدعية التي يدعو بها الإنسان، ولكن نلاحظ تم اختيار دعاء بعينه في هذه السورة، وهو أن يهتدي الإنسان إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فأنت أعظم ما تدعو الله به أن يرزقك الهداية. والهداية في كتاب الله تبارك وتعالى هدايتان من خلال التتبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره أهل العلم في ذلك أن الهداية هدايتان. الهداية الأولى هي هداية التوفيق والسداد، وأن يلهم الإنسان، أن يلهم الله تبارك وتعالى هذا الإنسان ما يريده من محبته واتباع دينه وسلوك شريعته، والاهتداء بما اهتدى إليه الأنبياء والرسل. هذه هداية قلبية، أي أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلب المؤمن هذا النوع من الهداية. النوع الثاني وهو هداية الإرشاد والدلالة والبيان. إرشاد ودلالة وبيان. ونلاحظ هذا موجود كله في كتاب الله تبارك وتعالى. فأي الأمرين هو المراد هنا؟ اهدنا الصراط المستقيم. أي نوع من الهداية أنت تطلب في صلاتك؟ بعض الناس يقول: والله يا أخي نحن أصلا مهتدين، فلماذا ندعو الله تبارك وتعالى بالهداية؟ فيجاب عن ذلك عند البعض بأن والله لا، هذه طلب مزيد من الهداية. ولكن سنرى إن شاء الله ما المطلوب من طلب الهداية هنا، اهدنا الصراط المستقيم، لأننا وقفنا على أقوال المفسرين، وخاصة شيخ المفسرين الإمام الطبري يذهب إلى أن هنا تحديدا المراد هداية التوفيق والسداد والإلهام. يقول أن هداية البيان والإرشاد أتاحها الله للخلق جميعا، متاحة للناس، وهذا الكتاب فيه تقريبا هذه الهداية: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مباشرة بعد اكتمال الفاتحة دخلنا إلى الإجابة: هذا الكتاب فيه البيان. فبيان هداية البيان متاحة، ولذلك يقول الطبري عليه رحمة الله: المراد هنا هداية التوفيق. ولكن لا حرج من وجهة نظرنا أن نقول بأن هداية التوفيق قد تكون المراد الأصلي، ولكن هداية التوفيق
إن لم يصاحبها هداية البيان، وقد يكون حاجة الناس أيضا إلى البيان وإلى الإرشاد وإلى الدلالة تتفاوت، فليس كل الناس يعلمون مراد الله تبارك وتعالى الشرعي، وليس كل الناس على درجة واحدة من العلم والفقه، وبالتالي يتفاوت الناس في هذا الموضوع. فيمكن أن نقول بأن الإنسان هنا يطلب هداية الدلالة والإرشاد، ويطلب كذلك هداية التوفيق والسداد. إذا نحن هنا المطلوب الأسمى هو أن نهتدي، أي نطلب الله الهداية، لكن الذي نطلب الله فيه الهداية شيء محدد، وهو أن نهتدي إلى الصراط المستقيم. نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. فيبقى السؤال هنا: ما هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله في كل صلاتنا أن نهتدي إليه؟ ما هو هذا الصراط؟ ستلاحظ إذا اطلعت على كتب التفسير تتعدد الأقوال، وهنا بطبيعة الحال نحن إن شاء الله طريقتنا عموما في هذا البرنامج هو طريقة السياق، وأن نأخذ المفردة في سياقها، فقد تكون في سياق معين تعني الإسلام، وقد تكون تعني في سياق آخر القرآن، وقد تعني في سياق ثالث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني يمكن أن نقول بأن هنالك جملة من السياقات ترد فيها هذه المفردة، ومن خلال ذلك إن شاء الله في 5 أو 6 وقفات سأحاول إن شاء الله ألخص ما المراد بالصراط المستقيم. أنه نحن الآن أن نطلب من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فما هو الصراط؟ وهذه مسألة مهمة، وأنت عندما تقول الله أكبر وتدخل في صلاتك تريد أن والله تطلب من الله أعظم مطلوب، وهو أن تهتدي إلى الصراط المستقيم. المسألة الأولى في الصراط المستقيم من خلال وقوفنا على كلام الله تبارك وتعالى نلاحظ أن المراد الأسمى بالصراط المستقيم أن تهتدي إلى عبادة الله، إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وعندما نقول الهداية إلى عبادة الله بطبيعة الحال أنت اهتديت إلى معرفة الله، معرفة أسمائه، معرفة صفاته، بأنه الخالق، اعترفت به خالقا، اعترفت به مدبرا متصرفا في هذا الكون. فسلفا سبق عبادة الله العلم بالله، أي هذا من لوازم العبادة، يعني لا يمكن أن تعبد الله وأنت لا تعرف الله. فأعظم ما يشير إليه في الصراط المستقيم هو أن تعبد الله. فمن انحرف عن عبادة الله فقد انحرف عن الصراط المستقيم. يقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن عبادة الله هي الصراط المستقيم. ويقول الله تبارك وتعالى على لسان عيسى في أكثر من مرة، يعني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن المعنى الأول الذي تندرج فيه مسألة الصراط الذي ندعو الله به أن نهتدي إلى عبادة الله. وقد سبق في الحلقة الثانية عندما تكلمنا عن إياك نعبد وإياك نستعين كأنما ختمت أنت في النهاية أن تهتدي إلى عبادة الله، وأن توفق إلى عبادة الله، وأن تتعرف على عبادة الله. فهذا المعنى الأسمى الذي هو مقصود وغاية خلقك في هذا الوجود، فأنت تكرر ذلك في كل صلواتك أن تهتدي إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إن هذا هو المقصود الأسمى. الأمر الثاني يعني الصراط، يعني الدين والإسلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الدين الإسلام أيضا هو الصراط المستقيم. فأنت تقول اللهم اهدني إلى الصراط المستقيم، أي اهدني إلى الإسلام. فإذا استفدنا معنى آخر من معاني الصراط. المعنى الأول أن تهتدي إلى الله وعبادة الله، المعنى الثاني أن تهتدي إلى دين الله أي هو الإسلام. المعنى الثالث أن دين الإسلام التوصل إليه يكون عبر الطريق، عن طريق معين وهو السبيل. ما هو السبيل الذي أنت تسلكه لتصل إلى عبادة الله ولتدخل في الإسلام؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو القرآن الكريم. ويمكن أن نقول السبيل هو رسالات الله تبارك وتعالى. لماذا أقول رسالات الله؟ لأن أول رسالات الله هي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. والله تبارك وتعالى سبق في أكثر من رسالات السابقين أشار إلى الصراط المستقيم، كما جاء ذلك في بعض آيات الله تبارك وتعالى: وهديناهما الكتاب المستبين
وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم، اللي هو هارون وموسى. الحديث كان عن هارون وموسى، قالوا هديناهم الصراط المستقيم. إذا موسى وهارون اهتديا إلى الصراط المستقيم، أي اهتديا إلى الرسالة، اهتديا إلى الإسلام اللي هو دين الله تبارك وتعالى. فالمعنى الثالث هو أن تهتدي بعد أن اهتديت إلى دين الله، تهتدي كذلك إلى شريعة الله تبارك وتعالى ورسالاته وأحكامه. وما هو مقصود في الرسالة على وجه التحديد هو التفاصيل. يقول الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إنك على صراط مستقيم، لاحظ هنا الاستمساك بالوحي المنزل هو الصراط المستقيم. فهنا استفدنا معنى ثالثا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومن ضمن ما تستمسك به في أنك على صراط مستقيم الوصايا العشر التي جاءت في هذا الكتاب وغيرها من الأحكام التي ختمت بقول الله تبارك وتعالى: يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، ختمت بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا أنت عندما تأخذ آيات الله وتأخذ التشريعات تكون سلكت الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع في معنى الصراط، الآن ذكرنا المعنى الأول عبادة الله، المعنى الثاني دين الله، المعنى الثالث أحكام شريعة الله تبارك وتعالى وتفاصيلها والوحي المنزل من الله. المعنى الرابع هو الرسول المتبع الهادي إلى الصراط المستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا الطريق المستقيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله هم أيضا هؤلاء يطلق عليهم بأنك تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى كتابه، إلى عبادته، إلى دينه، إلى كتابه وتشريعاته، إلى رسوله المتبع عليه الصلاة والسلام. إذن 4 أسس مهمة جدا. النقطة الخامسة التي لن يكتمل بها هذا الأمر، لن يكتمل بها موضوع الصراط إلا بها، وهي من ناوأ هذا الصراط. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المجرمين مناقض لسبيل الله، ولذلك الله تبارك وتعالى حذرنا في سورة الفاتحة في ختام السورة بعد أن دعونا اهدنا الصراط المستقيم، بدأنا نقول صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين سلكوا هذا الدرب. ندعو الله أن نكون منهم، من الذين أنعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يجنبنا سبيل المجرمين، وهو إيش؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنالك إذن 3 طوائف في موضوع الصراط. الطائفة الأولى طائفة الرسل والأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هم من علم وعمل. الطائفة الثانية هي طائفة المغضوب عليهم، من عمل ولم يعمل. الطائفة الثالثة من لم يكتسب العلم ابتداء فصار من الضالين. إذن أنت عندك الطائفة الأولى المهتدين، الطائفة الثانية المغضوب عليهم، الطائفة الثالثة هم الضالين. وبذلك نكون إن شاء الله قد وضعنا بعض المعالم في موضوع الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.